في فرق انك تكون طيب ومحترم ومتربي وكمان عارف الاصول، وفرق انك تتعرض للاذى من الناس وان حد يستقل بيك. بتوجع قوي في مجتمعاتنا ان يكون عارف ان انت متربي وعلى الاصول وطيب وفي نفس الوقت يستقل بيك. ربنا مش بيقولك ان معنى الاخلاق والطيابة والتربية ان تشوف نفسك بتتأذي وحد بيستقل بيك وتسكت، وان انت تكون شايف حد بيأذيك يا جدع وبيتمادى في اذيتك وبيستقل بيك وتسكت. ربنا ما قالش كده، ما قالش ان انا اسيب اللي يأذيني واقول ان انا متربي. وده الاخلاق بتقول ما تردش عليه، الاخلاق بتقول ما تاخدش حقه. لا والله، لا من الاخلاق ولا الطيبة ان انا اسيب حد يأذيني ويتمادى في اذيتي واسيبه. ده مش اخلاق وطيبة، ده ان دل بيدل على الضعف، ان انا ضعيف مش عارف اخد حقي اصلا. الانسان السوي اللي معظمنا اصلا مش اسوياء، تعبانين نفسيا من اللي حوالينا، هو اللي يقدر يحقق التوازن ما بين طيبته واخلاقه وتربيته وما بين ان هو ياخد حقه من حد بيأذيه. مش ماشي هو يلطش في خلق الله. الانسان السوي يا جدع هو اللي يحط رحمة وتسامح في كفة، وانه يكون حازم وعنده قوة إرادة في كفة تانية لما يجي ياخد حقه من حد بيأذيه ويستقل بيه. عارف والله ربنا ما عايزك ضعيف، ما عايزك ضعيف وتسيب حقك وتسيب حد يأذيك ويستقل بيك. ربنا عايزك بس تحافظ وتحمي حقوقك في الوقت اللي انت بتتأذي فيه من ناس وبيستقلوا بيك. ربنا عايزك متسامح في الموقف المناسب، وعايزك مش متسامح وبتاخد حقك في الموقف المناسب. بس عايزك مش متسامح بس تكون قوي بأخلاقك. قوة أخلاقك هي اللي ترد أذاك واستقلال الناس بيك. قوة أخلاقك هي اللي تعرف تجيب حقك من الناس بيأذوك. ربنا عايز قوة أخلاقك تمنعك من تأذي الناس ليك وتحكمهم واستقلالهم بيك. عشان كده النهاردة في الفيديو ده عايزة أعرفك إن في فرق ما بين أنت تكون متربي وعارف الأصول وعلى خلق، وما بين إن أنت تكون بتتأذي من حد وبتخلط التربية والأصول والاحترام إن ما تاخدش حقك من اللي أذاك. لو استفدت من اللي أنا قلته اعمل لي تعليق حلو واعمل لي متابعة.